قنواتنا المنبثقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميعا متتبعي قناة أخونا محمد حجازي ومتتبعينا في كل قنواتنا المنبثقة والمتفرعة من القناة الأم التي طبعا يرأسها أخونا الفاضل جزاه الله خير محمد حجازي. إخواننا، اليوم قصتنا تأتينا من المغرب. هذه القصة الحقيقية التي نعيشها لحظة بلحظة، وقد جاءتني هذه القصة اليوم، يعني ربما منذ حوالي ساعتين فقط. تقول الأخت الفاضلة أنها ذهبت في يعني مجتمع نسائي إذا صح التعبير لمناسبة ازدياد مولود جديد لإحدى الجارات. اجتمع كل الجارات عند جارتهم هذه وبدأوا يعني يتكلمون عن الاستغفار وعن سورة البقرة. وهناك سيدة من الجيران ابنتها ذات 9 أشهر لا تتوقف عن البكاء، وأمها تبكي وتشتكي حالها وتقول أن هذه الطفلة الرضيعة لا تقضي حاجتها ومنذ 12 ساعة، وهذه طفلة رضيعة ونحن نعلم أنه حليب الأم سبحان الله يساعد في الهضم والرضع. أجلكم الله يقضون حاجتهم يعني في اليوم لربما مرتين أو 3. هذه الأم متأسفة على طفلتها، فتقول الراوية متتبعة ومستغفرة معنا، تقول فنصحناها بالاستغفار وكثرة الاستغفار وقراءة سورة البقرة وأن الله سبحانه وتعالى سيعينها. ورحنا نذكر لها الكثير من القصص التي حدثت مع الكثير من الأخوات. تقول هذه الأم بدأت تستغفر وقالت نعم إن شاء الله سأخذ بهذه النصيحة وسأستغفر إن شاء الله ليلا ونهارا لعل الله يرفع على طفلتي ما هي به. إذا الأخت الكريمة هذه في الغد تذهب إلى الطبيب برفقة إحدى الجارات، وتدخل للطبيب يفحص الطفلة، يسوي لها أشعة فيخبرها مع الأسف طفلتك لديها تمزق على مستوى المصران. يعني الأم تنهار، تعود لبيتها لا تدري ماذا تفعل، فتقرر هي وزوجها نقل الطفلة إلى مدينة كازا على أساس أن الطب هناك أفضل من منطقتها ويسووا لها الأشعة اللازمة ويتبين أفضل، لأنه هذه الحالة تتطلب عملية، وهم طبعا لا يرغبون إخضاع طفلة عمرها 9 أشهر لجراحة وعملية وتخدير وما إلى هنالك من هذا الكلام. تنتقل العائلة إلى كازا ويفحصون الطفلة في المستشفى، يبدو أنه مستشفى تخصصي. هذه كلمة مستشفى تخصصي غير متأكدين منها، ولكن فقط لأنه قالوا أنها نقلوها إلى كازا على أساس يتبينوا أفضل. فكان الفحص وأكدت الطبيبة هناك في مستشفى كازا أن الطفلة فعلا لديها هذا التمزق وتحتاج إلى عملية يقص جزء من المصران، الجزء المتمزق، ويتم الخياطة مرة ثانية. والأم تنهار ولكن متشبثة بالاستغفار، تستغفر ربها في كل لحظة وهي تحمل طفلتها التي لا تكاد تتوقف عن أو من البكاء. هذه السيدة وهي في المستشفى يقررون لها العملية للطفلة وابنتها، تبدأ تهدأ قليلا والأم مستغفرة مستغفرة مستغفرة، لا تكاد تتوقف من الاستغفار، لا تتوقف إطلاقا. تقول كانت تتنفس استغفارا. البنت تبدأ تهدأ بعض الشيء، وسبحان الله الأم حتى لا تنتبه أن ابنتها لقد هدأت، يعني صار بكاؤها أخف. ثم سبحان الله ما إن جاء المساء، يعني مر بطل من الوقت، فإذا بالطفلة ما شاء الله عليها يعني تقضي حاجتها، هذه الطفلة الرضيعة جلكم الله. فالأم تستغرب، يعود عفوا إلى بيتهم الطفلة وكأنها تعود إلى حياتها طبيعية، ومشكل الهضم يزول ولا شيء ظاهر عليها كمرض في وجهها في أطرافها. الطفلة تبدو طبيعية جدا، وأمها تستغفر وتستغفر، وهذه المرة تستغفر ولكنها تستغفر ربها شكرا. هذه المرة الأم تستغفر ربها ولكن تستغفر ربها شاكرة، شعرت أن ربها قد رفع هذا على طفلتها. يهرعون سريعا إلى يعني تسوية أشعة جديدة ومعرفة ما الأمر، وإذا بالطفلة سليمة معافاة، والطبيبة تؤكد أن الطفلة لا شيء بها. فالأم تستغرب ولكنها الآن تقرر أنها ستستغفر ربها راجية، وهي تطلبه وهي تستعين به، بل وستطلب ستستغفر ربها وهي تحمده وتشكره. يعني هذا الاستغفار هو على هيئة شكر وحمد، كيف لا؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يقوم الليل حتى تدمى قدماه الشريفتان: ألا أكون عبدا شكورا؟ فلنا في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. هذه قصتنا جاءتنا من المغرب اليوم، قصة جديدة جدا، ونريد أن نحيط وننوه للسادة المشاهدين والمتابعين على أنه قناتنا على التليجرام والمجموعة على الواتساب إنها مخصصة للنساء فقط، للنساء فقط،
ونضع تحت فقط آلاف الخطوط إخواننا الرجال الذين دخلوا للقناة أو للمجموعة عن طريق الخطأ، نرجوهم ونسألهم بالله أن يخرجوا من المجموعة ومن القناة بكل احترام. ونحن نتفهم أن هذا الأمر قد يحدث خطأ. بارك الله فيكم جميعا. أؤكد أن هذه القصص تردنا تباعا، وهناك قصص نحن نتابعها ونتعمد أن نبث أجزاء منها حتى وإنها لم تكتمل، ولكن نبث هذه الأجزاء لنعطي هذه المصداقية لمن يشككون في أن ربما هذه القصص نأتي بها من هنا ومن هناك. حاشا ولله، هذه القصص معنا